نعمل حاجة من أكل أمهاتنا بتاع زمان عشان يفكرنا بالأيام الحلوة. شايفين الفراخ طالعة دايبة إزاي؟ بس زبدة، طالعة دايبة زبدة. تعالوا بقى أقول لكم طريقتي في صينية الفراخ بالخضار الخطيرة دي. في الخلاط هنحط ليمونتين كبار متقشرين وفلفل وبصل وشوية صلصة طماطم أو طماطم متقطعة لو في طماطم صحيحة. هنحط كمان معلقة صغيرة ملح وفلفل اسود والسبع بهارات ومعلقة صغيرة كاري ونص معلقة صغيرة حبهان. هنزود كمان ربع كوباية صغيرة من الصويا صوص وربع كوباية دبس رمان ومعلقتين كبار خل ومعلقة صغيرة سكر، ونضرب المقادير دي كلها مع بعضها لحد ما تبقى ناعمة خالص ونتبل بيها الفراخ. انا فاتحه الفرخه من الظهر زي ما انتوا شايفين كده ومشققه الصدر بتاعها طبعا عشان تشرب معانا التتبيله كويس. هنقلبها كويس في التتبيله اللي احنا عملناها وهندخل التتبيله في الشقوق اللي احنا عملناها ما بين الصدر علشان يتشرب التتبيله ويبقى طعمه حلو. هنجهز الخضار اللي هيتحط تحت الفرخه. انا هحط كوسه وبطاطس وجزر، ممكن كمان تحطوا مشروم وبصل لو انتوا حابين، ونقلبهم كده كلهم مع بعض ونتبلهم بملح وفلفل. هنحط فوقيهم الفرخة ونغطيها بورق فويل، ممكن نحط ورق زبدة تحت ورق الفويل، وندخلها الفرن على درجة حرارة 180 لمدة ساعة كاملة، وبعد كده نفتح عليها الشواية لحد ما تاخد اللون اللي احنا شايفينه ده. لو حبيتوا الوصفة وعجبتكم ما تنسوش تعملوا لها لايك وشير، ويلا قولولي بتعملوا الفراخ في الفرن ازاي.